تعالوا النهاردة نعمل أجمد طبق كشري بيتي بكل تريكاته وكل تفاصيله، هتعملوه أحلى من بره كمان. يلا نشوف الطريقة مع بعض. أول حاجة هبدأ بيها وهي هسلق الحمص والعدس. الحمص ده كنت نقعاه قبلها بليلة كاملة، والصبح غسلته وحطيته في مية وعلى البوتاجاز زي كده، والعدس كمان غسلته وحطيته على طول على البوتاجاز من غير نقع. هسيبهم بقى على البوتاجاز وابدأ أعمل البصل. حطيت حلة على النار فيها زيت، هبدأ أقطع البصل حلقات رفيعة بالشكل دوت، واحط عليه معلقة دقيق، رشة ملح، رشة فلفل اسود، وهبدأ ان انا اعمله بايديا، اوزع الدقيق والملح والفلفل الاسود عليه كله، اغلف البصل كله بالشكل ده. وهنا الزيت سخن، هنزل بالبصل على طول على الزيت يتحمر معايا، هيديني لون حلو قوي وكمان مقرمش. هنطلعه على مصفى يصفي الزيت وكمان يحتفظ بالقرمشة بتاعته. الزيت ده هنعتمد عليه في كل الأكلة بتاعتنا، الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل هستخدمه في كل الحاجات اللي جاية. هاخد كده كبشتين زيت كويسين من زيت البصل، وهبدأ أحمر كوباية شعرية لحد ما تديني اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليها بكوباية رز مغسول وهقلبها كده كويس جدا. بعد كده هبهرها بملح، رشة فلفل اسود وكمون، اقلبها كويس واحط ميه مغليه واقلبه واسيبه على نار عاليه لحد ما يتشرب الميه بتاعته. في الوقت ده كان العدس كمان استوى 3/4 سوا. هاخد جزء من العدس لما الرز اتشرب الميه بتاعته، خدت جزء كده من العدس حوالي نصه وحطيته على الرز وقلبته في قلب الرز كده، وهسيبه على نار هاديه يكمل سواه مع الرز. هبدأ بقى اعمل الصلصه. جبت بقى الحلة اللي انا حمرت فيها البصل، نقلت الزيت في حاجة تانية وخدت كبشتين كده زيت حلوين. هحمر كده بصلاية صغيرة متقطعة مكعبات. اول ما تديني اللون ده هنزل عليها بمعلقة توم كبيرة، توم مفروم. وبعد كده اول ريحته ما تطلع هنزل بقى بملح، كزبرة، فلفل اسود، كمون. واول ريحتها ما تطلع هنزل بربع كوباية خل تغلي غلوة واحدة. بعد كده انزل بالصلصة بتاعتي، كنت محتفظة بيها في الفريزر، صلصة بيور. هحطها كده بتلجها وهسيبها على نار هادية لحد الصلصة ما تظبط معانا. بعد كده جبت حلة على النار فيها مية مغلية ومعلقة ملح، هسلق فيها كيس مكرونة سباكيتي وكيس مكرونة صغيرة، وهقلبها بالشكل ده. بتاخد حوالي من 10 دقايق ل 12 دقيقة لحد ما تستوي. في الوقت ده هجهز الدقة بتاعتنا، معلقة توم مفروم، رشة ملح، كزبرة، كمون، عصير 3 ليمونات، وحوالي ربع كوباية خل، وهكمل عليهم بمية. وكده تبقى الدقة بتاعتي جاهزة. نيجي بقى لشطة الزيت. طاسة على النار فيها برضو شوية زيت من زيت البصل، طماطماية متقطعة قطع صغيرة، معلقة شطة كبيرة او معلقتين شطة كبار، ممكن كمان نحط هريسة. وهاخد شوية من صلصة الكشري واحطها عليها كده، بقى عندي شطة الزيت كمان جاهزة بالشكل ده. في تركاية حلوة قوي بقى هعملها معاكم دلوقتي. خدت معلقتين من الزيت بتاع البصل، هحمر معلقة توم صغيرة، واول ما تديني اللون دوت هحطها على المكرونة المسلوقة بعد ما صفيتها من المية بتاعتها. هحط شوية عليها كده، بتدي طعم هايل للمكرونة والكشري عموما، بتخليها حلوة جدا وبتخليها كمان مفلفلة. واحط كمان شوية صغيرين كده على الرز بعد ما استوى، واقلبه وبس كده، ونغرف بقى احلى طبق كشري. شايفين بقى شكله؟ الحمص كمان كان استوى وحطيته كده على الوش، غرفت الرز وبعديه المكرونة وبعديه العدس كمان اللي احنا كنا سايبينه على جنب، والصلصة بقى ونص ليمونة كده بتبقى تحفة معاه، والحمص على الوش والبصل كمان. وبكده خلصت احلى طبق كشري بكل تركاته، الدقة والشطة والبصل وكل حاجة. الصلصة كمان مظبوطة جدا، وبس كده.